ما ينفعش ان انا امشي ورا كلام راجل واحد، ابو اسماعيل ولا ابو احمد ولا ابو حسين ولا ابو اي حد. يا جدعان ده الراجل ده بني ادم زيه وزيكم، وبياكل وبيشرب وبيشخ، مش نبي. ده انسان طبيعي خالص زيك. لا، في ناس شايفه ان هو انسان مقدس مفيش دلوقتي. انسان مقدس. انسان مقدس بمناسبة ايه القداسة بتاعته؟ بيطلع نور من بقه. ما هو لو بيطلع نور من بقه وبيطير مثلا كنت ماشي وقلت ماشي، الراجل ده يا جدعان امشوا وراه بدل ما يأذيكوا. انما الراجل ده لا في منه اذية ولا في منه نفع. راح فين الراجل ده في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا من ساعة ما الناس اتلمت قدام وزارة الدفاع؟ بيقول راح لك فين؟ رجليك كسرت ولا مش عارف ايه اللي حصل. رجليك كسرت وخفت فجأة ولا ايه بالظبط؟ ولا ابن لا واحد. الوسخة ركب رجل بلاستيك؟ مش عارف مش فاهم. انا مش عارف اللي بيحصل. المشكله مش في ابو اسماعيل ولا فتحي لا ولا لا، شفيق ولا عباس. الناس بتتبعه المشكله في ليه؟ انا الناس. هقول لك الناس بتتبعه ليه. الناس بتتبعه عشان دقنه. انا بقول لك انا وهم فاكرينه زي سانتا كلوز. هم هيمشوا ورا الراجل ده والراجل ده هينغنغهم بعد كده. يا جدعان مش اي واحد بدقن يا جدعان يبقى انسان محترم. زي ما انا قريت كده في حاجه من الحاجات اللي اتشيرت يعني مفيده. طبعا الناس ما بتبصش عليها، الناس بتبص على الخيبه. انا عندي ان انت سيبك من الثوره اتفرج على افلام 6 احسن لك يا عم، على الاقل يعني في اكشن. انما انت كده ما انتش فاهم حاجه ومقضيها هباله وتشير في اي كلام. ما علينا، المهم الطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي هي نفس الطريقه اللي بدأ بيها عباده الاصنام بالظبط. ان انت بتقدس شخص على اسم الدين، وبعد كده بيبقى الدين عندك عباره عن هو الشخص ده. يعني لو واحد قال لك ابو اسماعيل ده راجل، لو حد قال لك حسني مبارك ده راجل عرس، كل الناس تفرح والسقف. لو حد قال ابو اسماعيل راجل عرس، الناس هتقوم تقف، وفي ناس هتطلع لك من النص ويقول لك يا عم حرام عليك ده انت راجل كافر، ويقيموا عليك الحد. ويقيموا عليك الحد بالظبط كده، وممكن يقطعوا لك زبدك. علشان ايه؟ عشان قلت ابو اسماعيل راجل عرس. مع ان لفظة العرس انت قلتها مع حسني مبارك وكانت عادية بالنسبة له، مش لفظة خارجة خالص. بس ليه؟ ابو اسماعيل ده بالنسبة لهم هو ده عبارة عن الدين. زي مرشد انا اعرف كده انا ابو الطيران. اسماعيل ده بيعمل ايه من ورايا. لا. ابو اسماعيل بيسرتن يا جدعان. ممكن كل يوم. حضرتك كويس، معانا تليفون. معانا تليفون. ابو اسماعيل ثانية واحدة. الو، مساء الخير. اهلا يا سمعة. قط يا ابني، خلينا نخلص مع سمعة ونكلمكم تاني. فاصل ونواصل.